السلام عليكم. فنانة سئلت عن الحجاب فردت برد لا يليق. طيب الدعاء إلى الله قاموا يردوا عليها. طب تعالوا عشان أنا ليا عتب على الدعاء إلى الله. طبعا أنا مش بهاجم، لا العكس، احنا في مركب واحدة، فيلا نتفق على أرض صلبة نقف عليها. وحي يعني وحي ها. طيب ببسمة، يعني مش تستنشنوا يا جماعة، مش كده ببسمة. دلوقتي يا جماعة، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف بمعروف ولا بالمنكر؟ بيستخدم وسائل منكرة عشان يأمر بالمعروف. هو حضرتك ازاي ايها الداعية وانت بتأصل اقوال العلماء ان الحجاب فرض بتجيب فيديو المذيعة وهي بتقول كده، او فيديو الفنانة وهي بترد على المذيعة والفنانة مش محجبة؟ طب ايه، مش انت بتقول اجمع العلماء ان الحجاب فرض؟ طب ما انت اظهرت لنا الفنانه اللي مش محجبه في الفيديو وانت بتجيب مقطعها، وفي وسط المقطع تجيب صور المذيعه، صوره المذيعه تحطها على الشاشه اللي هي غير محجبه، اللي هي مستضيفه الفنانه. هو ايه يا جماعه؟ وبنقول ده اجماع العلماء. هو احنا بنناقض نفسنا؟ هو احنا عندنا انفصام دعوي؟ انا مش بهاجمك ومش بهاجمكم كلكم، لا، انا حريص عليكم، واحنا في يعني كاليدين تغسل احداهما الاخرى. وردوا عليا، طيب ليه يبقى لينا منهج خاص في حاجه الشرع في وادي تاني فيها في حته تانيه، وانتوا على ألسنتكم أقررتم بذلك؟ يعني انتوا مش عندكم حكم شرعي آخر بس بتخالفوا الحكم الشرعي اللي انتوا أقررتم به. يا جماعة، من ضمن تفسير آية ومن يشاقق جعلوا أنفسهم في شق والرسول في شق والشرع في شق، سواء في بعض المسائل أو في كل المسائل. الشاهد اللي أنا عايز أقوله يا جماعة، عايزين نقول إيه، عايز أقول إيه من المقطع ده؟ يعني يا ريت تمسحوا اي صورة مش محجبة، بالذات انكم بتأصلوا كده فيديوهاتكم سواء في الفيديو ده او في غيره. وممكن لو مستخسرين الفيديو تقطعوا الحتة بس اللي فيها كلام المذيعة وصورة المذيعة وكلام الفنانة، يقطعوها بس. وده وارد في اليوتيوب، في خاصية كده، اوبشن كده. ويا ريت تتبرأوا من كده قدام الناس. هو ايه الفرق يا جماعة بين اللي مش محجبة واني اظهرها؟ ما كلاهما إبراز أن تخرج الغير محجبة يعني للناس، أو أن تخرج من عندي يعني أظهرها أنا. كلاهما إبراز وكلاهما يأخذ نفس الحكم. ولا أنتم مش درستوا أصول فقه ولا إيه؟ مش فاهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعرض كده ولا ساعتها مستحيل؟ جاوبتوا على نفسكم بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، صح؟ طيب فاريت يعني كده يعني. تاني حاجة بالنسبة لأسلوبكم في يعني تهكمكم على كلمة لبس الشغل أو انتقدتوها بطريقة معينة. يا جماعة مش ده أسلوب النبي في الدعوة صلى الله عليه وسلم، مع احترامي ليكم يعني. في بعض المقطع أصبتم وفي البعض الثاني أخطأتم. فمش حتى أنت لو هي سمعته هتزداد استفزاز يعني. امال ايه اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا عملت مقطع يا ريت تسمعوه. انت مين؟ اعتبرني دابة الارض تاكل من سأته، واعتبرني هدهد سليمان، حقير فقير يدل على الوحي. ايه المشكله؟ عارف ان انتم مشاهير وكده. وان كنت مختلف مع بعض الدعاة في امور يعني فكريه وامور كذا وامور كذا، لكننا لابد أن نتفق في الأمور التي على ألسنتكم أقررتم أن منهجكم فيها هو منهجنا، صح؟ طيب ربنا يهدينا وإياكم ويبصرنا بالطريق. وأنا مش بهاجم حد، مش حرب ولا انتصار وشوف ده فلان أخطأ، لا العكس، مش بهاجم. أنا بنصح برفق ولين عشان ما نفرش الناس من الدين بطريقة الموعظة، ومن قبل عشان ما نعرضش حاجات حرام صاحبها في قبورنا. أصل أنا ليا منهج خاص وفي فيديوهاتي التانية بطلع غير محجبات. احنا اتفقنا بقى ان منهجك الخاص على لسانك يخالف منهج حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ حبيبك مش النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال غير كده، والقرآن من قبل قال غير كده، صح؟ يبقى من النهاردة بقى يبقى منهجنا منهج النبي ومنهج القرآن من قبل. بحبكم جدا. قولوا همسا بألسنتكم اللهم بارك في عاصم. قلتم قولوا أعطه ما يريد.
قناة يوتيوب دكتور عاصم إسماعيل، ويا ريت الداعية ده وغيره يردوا علي أتعلم. السلام عليكم.